السلام عليكم حضراتكم متابعين القناة. هنشوف مع بعض في الفيديو هو حل لمجموعة مشاكل بتحصل للطلبة وهي بتقدم على موقع وزارة الداخلية، او الناس اللي هي بتقدم في كلية الشرطة وتدخل تحتاج موقع وزارة الداخلية عشان تعمل التقديم دوت. هنشوف مع بعض، هنستعرض مع بعض مجموعة مشاكل وهنوري حضراتكم طريقة حلها مشكلة وحلها ايه. في الاول بدعوكم تضغطوا على زر الاشتراك الموجود تحت الفيديو، ما تنسوش علامة الجرس اللي هي جنب الاشتراك اضغطوا عليها علشان يجيلكوا شعار او رسالة بكل فيديو جديد بينزل باستمرار على القناة. ونستعرض مع بعض المشاكل مشكلة. اول مشكله بتجيلك بيانات الدخول خاطئه، ان حضرتك نسيت الباسورد او نسيت الايميل، دي اول مشكله. المشكله الثانيه بيقول لك تم استخدام الرقم القومي او الايميل او التليفون في تسجيل سابق. في بعد كده مشكله تاني بيقول لك عفوا ان فتح باب التسجيل للتخصص المناسب لكم لم يفتح بعد، او انه تم اغلاقه، او انه لا تتوافق مع شروط التقديم، برجاء مراجعه الشروط والتخصصات المطلوبه ومواعيد التقديم لكل تخصص وسنه تخرج، وفي حالة وجود أي استفسارات من فضلك قم بالتوجه أو بالتواصل مع الكلية. في مشكلة كمان اللي هي عفوا الطالب غير مسجل من قبل. وفي مشكلة كمان بيقول لك we are sorry but this page you are looking for is temporary out of service، الموقع خارج الخدمة. وفي مشكلة أخيرة بيقول لحضرتك إنك أنت مش عارف تدخل على البيانات أو مش قابل معاك التسجيل. ده ملخص المشاكل، هنستعرضهم مع بعض مشكلة. في الاول انا حابب اشكر كل واحد حلت له مشكلته او المكتب اتدخل وحل مشكلته ونزلوا تعليقات في كومنتات اسفل اليوتيوب. زي ما حضرتك شايفين ادي كل كمية الناس اللي اتعاملنا معاها وبتشكر في شغل المكتب، بقدم لهم كل الشكر والاحترام مرة تاني، ونتمنى ان احنا نكون في حسن ظنكم ونأدي لكم الخدمة اللي انتوا عايزينها في الوقت المناسب ونحل لكم اي مشاكل. اول مشكلتين بتقابل الناس انك انت بتحاول تدخل على موقع وزارة الداخلية، بتملى بياناتك وتيجي تفتح الموقع معاك ما بيفتحش، بتجيلك الرسالة بيانات الدخول ليست صحيحة. او انك انت بتيجي تسجل مرة تانية على الموقع بتجيلك الرسالة ان هو تم استخدام بيانات الرقم القومي او تسجيل سابق. لو انت حضرتك متاكد انك انت ما عملتش تسجيل سابق لهذه الموضوع، انك انت اول مره في حياتك تدخل على الموقع وتسجل، يبقى حضرتك ربما يكون الايميل اللي انت بتستخدمه ده حد استخدمه قبل كده، او يكون ان السبب التاني ان يكون حضرتك تليفون حد استخدمه عن طريق الخطا. فكل اللي هتعمله حضرتك انك انت هتبتدي تغير وانت بتسجل بيانات، هتبتدي تغير الايميل او هتبتدي تغير رقم التليفون. طبعا الرقم القومي مش هينفع تغيير فيه حاجه، يا اما تغير البريد الالكتروني او التليفون وتيجي تعمل تسجيل مره تاني. ان قبل معاك وبعت لك الكود يبقى انت تمام كده، مشكلتك اتحلت. لو ما قبلش معاك يبقى انت حضرتك هتضطر تلجأ للمكتب عشان المكتب يحلها لك. دي كانت المشكله الاولى. المشكله الثانيه لو انت حضرتك جيت تدخل وطبعا انت معاك عملت الحساب واشتغلت عليه قبل كده او فتح معاك، وجيت بعد كده مش فاكر بعد فتره سنه اتنين بعد اسبوع مثلا نسيت الايميل والباسورد وعايز تدخل تعمل مصلحه على موقع وزاره الداخليه ومش عارف تدخل مره تانية. طبعا الحل ان في حل المشكله دي انك هتضطر تتواصل مع المكتب، تبعت لحضرتك الرساله صوتيه مسجله او تكتبها لي كتابه على الشات انك انت ملخص المشكله ايه، او تبعت لي رساله صوتيه تقول انك مش عارف ادخل على الحساب او حصلت مشكله كذا. كل ما حضرتك بتوضح لي المشكله بالتفصيل بقدر اساعد حضرتك في حلها بسرعه. في ناس كتيره من الناس اللي بعتها لي شكر حلت لها المشكله في خلال ساعه، وفي ناس اتحلت معاها في خلال 4 ايام. متوسط حل المشكله ما بين يوم لحد 4 ايام كاقصى فتره. وفي ناس بقدر احل لها المشكله في خلال ساعه في حاله ان حضرتك بتبعت لي بيانات صحيحه اقدر اشتغل منها. زي حضرتك لو في رساله جات لك او كود جالك من الداخليه بهذا الشكل، هوريكم اشكال الاكواد بتيجي الشكل ايه. رساله الداخليه اللي بتبقى بالشكل ده بتجي لك على رساله على الموبايل بتاعك، بيبقى كده فيها بياناتك، وبنقدر احنا بناخد الرساله دي بنقدر نشتغل عليها ونقدر نحل لك مشكله الحساب في وقت سريع. في بعض الناس بتسجل بطريقه خطا او بتدخل ايميلات خطا او بتدخل ايميلات ملهاش اي مصدر على النت او ايميلات وهميه، وبالتالي المشاكل بتاعتها بتتعقد وبنضطر نستنى نقعد لحد 4 ايام او 3 ايام لحد ما نحل المشكله دي. عامة اي حد ممكن يقابله اي مشكله وحابب يتواصل مع المكتب زي ما قلت لحضرتك تبعتوا له رساله صوتيه او تكتبوا له على الواتس البيانات بتاعتكم. لو الموضوع مستعجل جدا اتواصلوا برضه معايا من خلال التليفون، بس انا اسف ما بقدرش ارد على كل التليفونات من ضغط الشغل في المكتب، لكن يفضل انك تبعت لنا رساله صوتيه وتتواصل معانا عن طريق الكتابه على الواتس. التليفون او الواتس اللي بيتواصلوا معايا منه اللي هو 010 640 9862. المكتب بيبعت لك بعد ما بيحل المشكله بيبعت لك صوره من لقطه الشاشه لبياناتك، حضرتك بتتاكد منها وتراجع بياناتك. لو تمام بتبتدي حضرتك بتتعامل معانا وتحول لنا رسوم المكتب، ونبتدي تاخد بعد كده حضرتك بنبعت لك الايميل والباسورد اللي تبتدي حضرتك تدخل وتعمل الشغل اللي انت عايزه.
دي كانت اول مشكلتين. بعد كده المشكله الثالثه اللي بتقابل الناس اللي هو عفوا اما فتح باب التسجيل تقديم التخصص المناسب لكم لم يتم فتحه او تم اغلاقه، او انك لا تتوافق مع شروط التقديم. برجاء مراجعه الشروط. هتدخل حضرتك على الموقع او تتواصل معايا ابعت لك الشروط التقديم لانها ليها سنوات معينه ومواعيد في التقديم. يعني مثلا اللي حابب يقدم منكم في كليه الشرطه دفعه السنه دي 2023 لها مواعيد لحد دفعه 22 لحد يوم 10/8. بعد كده في دفعة السنة دي اللي هي خاصة بالثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها شغالة لحد نهاية الشهر 31/8. بعد كده الحاصلين على ليسانس في تربية رياضية أو حقوق شغال التقديم لحد يوم 14/9. والحاصلين على مؤهلات جامعية ليسانس أو ماجستير أو دكتوراه في تخصصات بتمثل احتياج في الوزارة مفتوح لهم التقديم لحد يوم 14/9. دي كانت المواعيد. لو انت حضرتك شفت الرساله دي بتراجع الشروط بتاعه الموقع، لو منطبق عليك بتبقى حل المشكله دي مش هيكون من خلال المكتب. حضرتك حل المشكله بتضطر حضرتك تروح مشوار لكليه الشرطه، بيكون معاك البطاقه وبياناتك وتدخل. هم دلوقتي بيراجعوا بياناتك على السيستم عندهم، ولو الشروط منطبق عليك وطبعا هتاخد معاك الشهاده. لو الشروط منطبق عليك هم بيبعتوا لك حضرتك او بيفتحوا لك الموقع للتسجيل. طيب المشكله اللي بعد كده، داخل حضرتك تقدم على كليه الشرطه فبيطلب منك الرقم القومي ورقم المحمول، بتدخل بياناتك فبيجي لك الرساله عفوا الطالب غير مسجل من قبل. طبعا تتراجع بيانات الرقم القومي، طبعا ما فيهوش اي تغيير او تعديل، لكن رقم الهاتف ممكن يكون انت مسجل برقم اخر. تراجع بياناتك تشوف الرقم اللي انت سجلت بيه وتدخله وتدوس على كلمه تحقق هيفتح معاك. ده كان حل المشكله دي. بعد كده المشكله الرابعه او الخامسه اللي بتقابل الناس اللي هي مشكله اللي هي ايه، we are sorry but this page you are looking for this is temporary out of service. The page will be available soon. You can try again later. معنى المشكلة ان الموقع حاليا واقع. تقدر تحاول تدخل تاني مرة تاني على الموقع فيما بعد او وقت لاحق. ملاش حل تاني غير انك انت تحاول فترات مختلفة. بيكون مع ضغط الشغل او السيرفر فاصل او اي مشكلة في سيرفر الوزارة فبيفصل معاهم بالشكل ده. بعد كده اعتقد كده كل المشاكل اللي عرضتها لحضراتكم. المكتب بيساعدكم او بيحل لكم اي مشاكل بتقابلكم في موقع وزارة الداخلية او في التسجيل. تواصلوا معايا من خلال رسائل صوتية على الواتس او حضرتك اكتبوا لي شات او رسائل على الواتس والمكتب بيتواصل معاكم ويحل لكم المشكلة. عشان احل المشكلة لحضراتكم بمنتهى السهولة بتبعت لحضرتك البطاقة بتاعتك واسم الام ورقمين تليفون يكونوا شغالين عشان تستقبل عليهم رسالتين من جوجل من على رقم التليفون بتاعك. ولو وصلتك اي رساله او اكواد من الداخليه بتبعتها لي انها بتساعد في حل المشكله. زي ما قلت لحضرتك في ناس بنقدر نحل لهم المشكله في خلال ساعه وفي ناس بتضطر تنتظر معانا 3 أو 4 ايام عشان نحل لهم المشكله. على حسب المعلومات اللي تقدر توصلها لنا صح. بتقدر حضرتك تبعت لي الايميلات الاحتمالات اللي انت تكون كتبتها ايه، التخمينات بتاعتها ايه، الباسورد برضو اللي انت دخلته على الموقع وباسورد الايميل بتاعك. بتبعت لي البيانات دي والمكتب هنا عندنا في مجموعه من الشباب هنا بيبتدوا يشتغلوا على البيانات اللي بتبعتها. وفي ناس زي ما قلت لحضرتك بنوصل للحل في خلال ساعه وفي ناس بنقعد ل4 ايام. نهايه الفيديو انا بشكركم مره تانية لمتابعه الفيديو للنهايه. لو قابلتك اي مشكله بخلاف اللي احنا عرضناه تواصل معايا برضو في على الواتس وانا ان شاء الله واحنا وزمايلنا في المكتب بنحاول نساعدكم. بنشكركم مره تاني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان مع حضراتكم بشوي فرج الله من مكتب المعتمد للخدمات الحكوميه المصريه.